السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل لكم مهلبية تنفع في الشتاء أو الصيف إن شاء الله. اللهم صل على النبي. عندنا 3 معالق سمن، ونزلنا بكوباية إلا ربع دقيق زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. هنا التوفير والاقتصاد هنا مش في أي حتة تاني، إن شاء الله تعجبكم وتعملوها. هنقلب كدواتي. حسيت اللي كدواتي عايز شوية دقيق تاني، فقلت خلاص نكملهم كوباية كده. انا كملت لهم كوبايه كامله دقيق و3 معالق سمن زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. سمن او زبده ينفع، اللي متوفر عندكم ما تقولوش لا حطوه. بس هنا الاقتصاد والتوفير. هننزل بيها بلتر لبن عليها. مثلا عندكم نص لتر ماشي عادي، نزود ميه. عندكم لتر عادي. هننزل كده لو حسينا اللي هي كلكعت عادي نضربها في الخلاط. اديكم زي ما انتم شايفين. وهنحط كوبايه سكر. اللهم صل على النبي. وهندوبهم كده ببعضيهم على طول. اللهم صل على النبي زي ما انتم شايفين. وهنعمل كده هنجيب كده معلقتين 3 معالق صغيرين، معلقتين كده صغيرين نشا، وهندوبهم على نص كوبايه ميه، وهننزل عليها من فوق في الخليط اللي انتم شايفينه. اللهم صل على النبي. كده جميله. يبقى كده حاطين 3 معالق سمن وكوبايه دقيق ولتر لبن ومعلقتين نشا بكسر نص كوبايه ميه عاديه. بسم الله ما شاء الله. ديكم زي ما انتم شايفين. اقتصاد وتوفير وحاجه سهله تنفع في الشتاء او الصيف. في الصيف هنحطها في التلاجة، وفي الشتاء هناكلها دافيه هتدفينا. يعني دي مش جايله لا في اي حاجه. وهنصبها كده اهواتي في الاطباق زي ما انتم شايفين. حابين تحطوها في طبق كبير حطوها في اطباق صغيره، انا حطيتها في الاثنين. وهنيجي الكوبايه الا ربع كده اهواتي سكر. هنعمل الكراميل مع بعضينا، يبقى مهلبيه بالكراميل اللي هي التركي. بسم الله ما شاء الله. ادينا حطينا الكوبايه الا ربع سكر. ما نقلبش السكر، نخليه كده بس يا دوبك نوزعه على المكان كله زي ما انتم شايفين. توزيع بس بدون تحريك. اللهم صل على النبي. ديكم زي ما انتم شايفين. يا دوبك كده الجناب لما الاقيها تسفر باخدها كده عشان هي ما تتحركش. اللهم صل على النبي. ديكم زي ما انتم شايفين. ما نقلبش، يعني نلاقي الجناب هتسفر فنروح نقلبها. ما نقلبوش كله ونحط مكانها تاني كده نوزعها. هو الكراميل كده لو احنا قلبناه هيكلكع، فاحنا ما نقلبوش، هنخليه يسيح مع نفسه. وهنجيب كده 3 معالق صغيرين نشا على كوبايه ميه، وهندوبها ندوبهم في بعضهم. لو هي معلقه كبيره يبقى معلقه بس، لو معلقه صغيره زي كده يبقى 3 معالق. واديكم زي ما انتم شايفينها اهواتي كده كويسه. وهننزل بيها بالنشا كده اللون حلو واستوى كده اهواتي جميل. اللهم صل على النبي. وهننزل بكوبايه النشا كده بالراحه ونقلب. لازم نقلب. بسم الله ما شاء الله. هننزل بالكوبايه كده اهواتي كده اتعمل. بسم الله ما شاء الله جميل كده اهواتي. وباكوياه فانيليا، ظرف فانيليا. اللهم صل على النبي. التوفير والاقتصاد هنا مش في اي حته. اللهم صل على النبي. لايك واشتراك للقناه، ما تتحرمش منكم ولا تتحرموا مني من بعضينا كده اهواتي. وهنحط فوق الوش كده اهواتي. اللهم صل على النبي. الكراميل على المهلبيه، فيبقى ان شاء الله جميل ويعجبكم. في الشتاء تاكلوه دافي، في الصيف هتاكلوه ان شاء الله ساقع. فدي المهلبيه دي اقتصاديه وجميله وتنفع في الشتاء وفي الصيف ان شاء الله. اللهم صل على النبي. لايك واشتراك القناه. وان شاء الله تنول اعجابكم. والاقتصاد والتوفير هنا مش في اي حته تاني. لو العيال ما بتشربش اللبن فممكن تعملي بنفس الحركه اللي احنا بنعملها كده وادي هيبقى عندهم بردك اللهم صل على النبي بديل اللي هم يشربوه، مش هيبقى متداري. اديكم زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. الشكل والله جميل والطعم تحفه. لايك واشتراك للقناه حبايبنا. هنا التوفير والاقتصاد مش في اي حته تاني. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. جميله هواتي. عندنا مصبناهم في طبق كبير وطبقين صغير، 3 طبقات صغيرين زي ما انتم شايفين. اللهم صل على النبي. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد، ما نتحرمش منكم ولا تتحرموا مني. حبايبنا اديكم زي ما انتم شايفين. اللهم صل على النبي. الشكل كده دي كمان وهي سخنه، يعني لما تتحط في تلاجة بتبقى برضك تتماسك.
يعني بوريكم اللي هتنفع في الشتاء او في الصيف. بص شكلها جميل والله وطعمها روعة. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.